راح ناخذكم اليوم الابرد نقطه بالعراق. كل ما يجي وياي لو الطياره تتاخر لو ازدحام. اهم شيء من الجامعه. دائما بالطيران نختار منطقه الطوارئ حتى تكون المكان واسع. وهذا اللي كان داخل بوكس الاكل. والحمد لله نزلنا هسه مطار سليمانيه. ما اسولف لكم البرد. دخلنا سوينا اقامه. وصلنا هسه للمكان اللي راح نسكن فيه. اختارينا منطقه شعبيه. خلينا ندخل للفندق بالجناط ومن بعدها نطلع نسوي جوله. يا الله شباب البرد ما جاي استوعبوني. هسه احنا بشارع مولوي. هذول اليوم يظلون مفتحين ساعه واحده. بارك كل شاء الله يساعدهم وربي يرزقهم. انتوا شلون تعرفوها درجه الحراره؟ من الدخن بدون جقاره. عندهم هم اماكن يبيعون بيها لفات. الحلو بسليمانيه انه ذني الاسواق يفتحن بالليل من 8 ومن 7 وفوق. سكنونو هلا حبيبي. لا حظي. هسه راح نجي حتى نشرب قهوه. كاكا هذا اصلي؟ كاكا اني يزعل اذا مو اصلي. ونتمشى بالشارع لقيت هيك اكلات فرديه دجاج هنا والتمن الكردي اللي يشتهرون به. لاحظت شغله هنا وين راح تشوفونك شاكه مال شاي والعالم تشرب شاي. الف عافيه. لا هذا الشارع يراد له جيه خاصه حتى نجرب به كل البسطيات اللي موجوده. صار لنا نص ساعه من طبينا. ادعوا لي هاي الليله تعدي على خير. بإمان الله.